أرسنال إلى النهائي بعد 20 سنة خدمة في ثانوي. أرسنال يفوز على أتلتيكو مدريد ويوصل للمرة الثانية على التوالي للفاينلز ضد باريس سان جيرمان. أرسنال إلى النهائي بعد 20 سنة خدمة في ثانوي. أرسنال يفوز على أتلتيكو مدريد ويوصل للمرة الثانية على التوالي للفاينلز ضد باريس سان جيرمان. ونقول سلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل، عاملين ايه الأخبار يا جماعة؟ الواحد مش عارف يوصف فرحته بابنه الصغير أرسنال اللي لسه أول مرة شجعه السنة دي ويوصل للنهائي للمرة الثانية. وأنا مش بس بكلمك على الشامبيونز ليج، أنا كمان بكلمك عن الدوري، إن أنا احتمال كبير أرسنال ياخده. ايه ده ايه الحلاوه والجمال وايه الروعه من ارسنال ده. خلينا نبدا الاول بالدوري، خلينا نبدا بالحاجه الصغيره الاول. ماتش فولهام يا جماعه، ارسنال بيدعس فولهام بثلاثيه، وايه الجمال بتاعت جيوكيرس وساكا دي. ايه الحلاوه، وكان فين الكلام ده يالا انت وهو من اول الدوري يالا؟ ايه دي ال1 2 والحلاوه والجمال وايه ده. بعدين ثانيه بقى، بعيدا عن استيقاظ ساكا في الانفاس الاخيره، فيكتور جيوكيرس يرجع لحبيبته ويقول لها انا هنا. ايه ياض الحلاوه والجمال ده يالا؟ ما كنت ترجعي له من بدري يا بنتي. كنت ترجعي له من بدري يا حبيبتي، ليه سايبه الولا طول الموسم قرفنا كده؟ انا بس عندي كمان نقطه كده للشباب اللي كانوا بيقولوا فيكتور جيوكيرس ما عملش حاجه في ارسنال. خليني اقول لك ان هو فعلا شبه البطه البلدي او شبه البقره الحلوب فعلا من اول الموسم. بس خليني اقول لك ان هو جاب 45 جون في الموسم ده مع ارسنال. يعني ما تعرفش تتكلم معاه وما تعرفش تقول ان هو وحش او مهاجم او سترايكر، ملوش لازمه. يا جماعه فيكتور جيوكيرس في اخر ماتشين او اخر، خلينا نتكلم من ماتش كمان مانشستر سيتي، بيثبت ان ده اللاعب اللي بيطلع 100% من مجهوده. ساعات يا جماعه انت مش عايز لاعب زي سواريز او لاعب زي هالاند، انت عايز لاعب بيطلع 100% من طاقته. يعني انت مش عايز واحد لعيب او واحد ذكي، انت عايز واحد بيجري في الملعب كانه بيجري ورا لقمه عيشه. فيكتور جيوكيرس في اخر ماتش مع اتلتيكو مدريد بيقرف اتلتيكو مدريد وبيعمل ثنائيه ولا اروع مع ساكا في ماتش فولهام. وايه الجمال والحلاوه دي. وخلينا ننهي ونقول ان فيكتور جيوكيرس كان من اروع الصفقات اللي عملها ارسنال الموسم ده وما خسروش فيها، وبيحط بصمته ويقول انا لسه هنا. حبايبنا بقى اللي بيقولوا ان ارسنال ما عملوش حاجه الموسم ده وكان الطريق بتاعهم سهل، حبايبنا ارسنال بيلعب في الدوري الانجليزي البريمير ليج اللي فيه اصعب، يعني مع احترامي للدوري الاسباني والدوري الالماني والدوري الفرنسي. حبايبنا دول يعني خلينا نقول كده ان الدوري الاسباني ما فيهوش غير 3 فرق، الدوري الفرنسي ما فيهوش غير فرقه، الالماني ما فيهوش غير فرقه، وكلنا عارفين مين الفرق. لكن بنتكلم في الدوري الانجليزي عن ارسنال، مانشستر سيتي، بورنموث، ايفرتون، الفرق اللي هاجي لها كمان شويه، استون فيلا، ليفربول، تشيلسي. يا جماعه فرق من الاي ليفل، بنتكلم في الفرق من الكلاس اي ليفل. ارسنال بيقول لا، وارسنال وصل لمرحله ان هو ممكن يكسب الدوري لو فضل يكسب كل ماتشاته. وهذا بفضل ربنا سبحانه وتعالى. ثم الفريق العزيز ابن الثالث ولا ايه، ايفرتون بيقول للسيتي وبيقول للاقرع بس يلا ارسنال هيعملها، اسكت انت خالص. مش حكايتك انت خالص، مش مشكلتك انت خالص. ارسنال بيقول لا وايفرتون بيقول له ما تقلقش. ايفرتون بيتعادل مع السيتي 3-3 بعيدا عن جون دوكو الثالث اللي خوفنا، لكن ايفرتون بيدي هديه لارسنال بيقول له يلا بقى اوصل بقى. يا جماعه كان اسبوع ولا اروع، بعيدا عن الواحد مش عارف ايه اللي هيحصل الفتره اللي جايه، ولكن خليني اقول لك ان ده كان طريق الدوري الانجليزي قدام ارسنال اللي بقاله كام سنه كل مره يطلع التاني وكل مره نقول ياه هنوصل وفي الاخر ما يوصلش، في الاخر يعملها وممكن يكسب الدوري الانجليزي مع اقوى فرق في العالم، في اقوى دوري في العالم الدوري الانجليزي. ده طريق الدوري الانجليزي. طب كان طريقه ايه يا عم بيرفكتو في الشامبيونز ليج؟ كان يا معلم لاعب يا معلم بايرن ميونخ وكسبوا 3-1، لاعب اتلتيكو مدريد في الاول وكسبوا 4-0، دعسوا، لاعب فرق كتيره وما خسرش ولا ماتش في الشامبيونز ليج. مين يا جماعه ما خسرش ولا ماتش في الشامبيونز ليج غير ارسنال؟ النهارده ما ينفعش تحكم على ارسنال تقول ان هو فرقه من الصغار او فرقه صغيره او فرقه لسه بتبني او فرقه بتعمل مشروع. المشروع وصل بالسلامه وغالبا هنستلم اول عماره قريب. شكلها ثنائيه ولا ايه؟ ارتيتا
ارتيتا يا ارتيتا، بعد ما الناس هاجت عليه في اخر ماتش ضد مانشستر سيتي وبيقول ان هو لازم يمشي، ارتيتا بيقول لا، وبعد الطريقه الدفاعيه الصلبه اللي طلعها كلها بالذات في اخر كام ماتش بيوضع بصمته بالحته الهجوميه اخيرا بعد ما حط في اللعيبه فكر دفاعي صلب. زود كمان وقال لك ان خلاص كده نو ريسك نو فن، وراح حاطط النزعه الهجوميه اللي اصلا اللعيبه عندهم نزعه دفاعيه، وعمل ميكس ولا اروع في اخر 3 ماتشات عشان يثبت للعالم ان ارتيتا من اروع المدربين اللي جه على تاريخ ارسنال. طيب نيجي بقى لتوقعات ارسنال هيعمل ايه يا عم بيرفكتو في الفاينل او في الدوري. خليني اكون صريح معاكم، غير مقبول ان ارسنال يطلع بره الدوري. الدوري في جيب ارسنال يا جماعه، لو حصل اي حاجه غير ان ارسنال خد الدوري يبقى في حاجه غلط، يبقى في مشكله، مش هتعرف تاخده تاني. السيتي مش هتعثر تاني، يونايتد مش هتعثر تاني، ليفربول اللي كان عامل موسم ولا اروع بسبب عم صلاح اللي ماشي خلاص مش هتعثر تاني. انت ما تعرفش المستقبل جاي في ايه. ارسنال ده وقتك عشان تدي اللعيبه الحافز والقدره والامل ان هم ممكن يعملوا حاجه ويبقى فريق فعلا ابطال، وممكن كمان لو قدروا ياخدوا الدوري السنه دي ياخدوا كمان الدوري السنه الجايه واللي بعديها، ويصدق فعلا اللعيبه ان هم فعلا كلاس ايه. فدي الحاجه الاولى على نطاق الدوري. طب بالنسبه بقى للتشامبيونز ليج، انت يا عم مستني حاجه من ارتيتا قدام باريس؟ والله خليني اقول لك اني انا عارف ان الحرام بول هتتلعب، وعارف ان ارتيتا هيحاول يدافع وهينزل بنفسه كمان يحط بدلته او يحط التيشيرت ويحط القميص ويحط البنطلون عشان بس يقفل الجون مع اخونا رايا. ولكن خليني اقول لك ان فعلا ما ينفعش تقارن بين ارسنال وباريس سان جيرمان. على قد ما ارسنال فيه نجوم يا جماعه، الفرقه الثانيه مرعبه، من الدفاع لخط النص للهجوم للفكر للتكتيك للروح اللي بيلعبوا بيها. انا مش معنى كده اني بقلل من روح ارسنال، ده انا بقول لك ان هم عملوا ماتش ولا اروع لما كانوا بيلعبوا في استاد الامارات. ولكن خليني اقول لك ان الموضوع صعب. الموضوع خلينا ما ينفعش اقول لك حتى 60-40 ولا 70-30، خلينا اقول لك في الاول وفي الاخر ان ده ماتش نوك اوت. فخلينا نكسبكت ونقول يا رب ارسنال يعمل حاجه، مثلا يكسب 1-0 الموضوع ينتهي، لان الموضوع مش هيطلع غير كده. يعني انا ما اظنش كمان الموضوع ممكن يكمل بعد 90 دقيقه. انا بقى اظن ان يا اما باريس يا اما ارسنال هيجيب جون ويغتت ويقف بقى ورا، يا اما باريس هيجيب جون والتاني. تيجي تقول لي هو ممكن باريس يعملها ويجيب 5 و6 زي السيزون اللي فات لما كسب الانتر؟ خليني اقول لك ان الموضوع صعب قوي، لان انت بتتكلم على اقوى واصلب واشرس دفاع على مستوى العالم، وهو ارسنال بالذات، بعيدا عن اتلتيكو، بعيدا مع احترامي الشديد لباريس لحكيمي ومندش وكل الناس المحترمه، انت بتتكلم على اشرس دفاع في العالم ارسنال. فالموضوع هيبقى صعب ان هم يخسروا ويطلعوا بفضيحه، ولكن هو ممكن ارسنال يجيب جون، ولكن في الناحيه الثانيه ان ممكن ارسنال هو اللي يجيب جون ويرجع لورا ويقفل، وده السيناريو اللي انا اتمنى انه يحصل. لكن توقعاتي بنسبه كبيره ممكن باريس يجيب جون ويتاهل وياخد تشامبيونز ليج للمره الثانيه. طيب انت نفسك في ايه او انت ففي نهايه حكايتنا خليني اقول تاني، ارسنال ارسنال ارسنال، وانا لسه اول دوري، انا لسه اول دوري، باحترامي الشديد لكل كارهي ارسنال. هو فعلا بيلعب على الثنائيه، هو فعلا ممكن ياخد الثنائيه، ولكن ايه اللي هيحصل؟ بس يا ترى ايه اللي هيحصل؟ خلينا نشوف بقى. قول لي في الكومنتس تحت، تفتكر مين هياخد الشامبيونز؟ تفتكر ارسنال هياخد الثنائيه الموسم ده ولا لا؟